هو امام عاشور بقى اقوى من قرار الاهلي بيقول مفيش عروض احتراف، وامام قدامه عرض تركي بالملايين. طب مين فيهم كلمته هتمشي في الاخر؟ يا جماعه الاهلي طلع وقالها صريحه، مفيش مناقشه لاي عروض احتراف للاعبين خلال الفتره الحاليه عشان استقرار الفريق. تمام جدا، بس هنا بقى عندنا عرض لامام عاشور، واللي بيتقال عن عرض من كونيا سبور ورقم حوالي 4 مليون وربع دولار. وهنا السؤال، لو امام فعلا عايز العرض، هل قرار الاهلي هيوقفه، ولا احنا هنشوف امام بيعمل اللي هو عايزه كالعاده ومحدش قادر يقول له لا؟ والحكايه هنا مش مجرد كلام على السوشيال ميديا. عضو مجلس اداره كونيا سبور قال ان النادي اتقدم بعرض رسمي للاهلي بقيمه 4 مليون و250 الف دولار ضم امام عاشور، ان الاهلي نفى وصول العرض، بل وطلبوا من الاهلي بحسب تصريحاته انهم يراجعوا البريد الالكتروني الرسمي للنادي، لان العرض تم ارساله بالفعل. وانا عايز اقول للاهلاويه حاجه، ما تزعلوش مني، دي نكشه زملكاويه على الماشي، لان بصراحه احنا كزملكاويه شفنا كتير جدا فكره ان اللاعب يبقى اقوى من النادي، بس المره دي لو امام هو اللي هيحدد هيروح فين وامتى، يبقى يا جماعه احنا قدام لاعب ماسك الريموت. والاغرب ان عضو مجلس اداره كونيا سبور قال ان ده اخر عرض هيقدمه النادي لضم امام عاشور، وانهم عايزين اللاعب فعلا. ومش بس كده، ده قال انهم هيقدموا لامام تجربه احتراف افضل زي اللي حصلت مع محمد صلاح بعد انتقاله لترابزون سبور. يا سلام، يعني الراجل مش بيقول هاتوا امام، داخل يقول لامام تعالى وانا هوريك الاحتراف الصح. والاجمل بقى اننا عندنا روايتين، كونيا سبور بيقول احنا بعتنا العرض، والاهلي بيقول مفيش عرض وصل، وامام عاشور في النص عامل زي اللي قاعد بيتفرج على اتنين بيتخانقوا عشانه. وهنا بقى الزملكاويه هيقولوا حاجه مهمه جدا، يا جماعه هو امام عاشور بقى يعمل اللي هو عايزه ومحدش يقدر عليه؟ لكن خلينا منصفين، لو الاهلي فعلا شايف ان امام عنصر اساسي ومش عاوز يبيعه، ده حقه تماما. لو العرض وصل فعلا فمن حق الاداره تدرسه وترفضه، وانا مش جاي اقول ان امام لازم يمشي ولا ان الاهلي لازم يبيعه. لكن لو العرض ال 4 مليون وربع وصل رسمي فعلا، فهنا بقى السؤال، مين هيكسب الجوله؟ تمسك الاهلي بامام، ولا الرقم ممكن يغير شكل الصفقه كلها؟ قولوا لي بقى، لو انت مكان الاهلي تتمسك بامام، ولا ال 4 مليون وربع دولار تخليك تقول يا امام مع السلامه وربنا يوفقك؟ ما تنساش تخبط لايك وفولو على الرايق. سلام.